حياكم الله. اليوم وزارة التربية أعلنت عن موافقة وزير التربية وهيئة الري على منح 5 درجات قرار إضافية. كان عندهم 5، هسه صارت 10 درجات. 5 درجات إضافية لطلبة الصفوف غير المنتهية، بالإضافة إلى معاهد الفنون الجميلة. من المشمول بهذه ال5 درجات؟ الخامس ابتدائي، الأول متوسط، الثاني متوسط، الرابع إعدادي، الخامس إعدادي. 5 درجات قرار إضافية للي عندهم، يعني صارت 10 درجات، بالإضافة إلى يعتبر بدرس مكمل، بدرسين مكمل، بثلاث دروس مكمل يقدر يمتحن. الخامس ابتدائي كان بدرسين مكمل ب3 راسب، لا هسه الخامس ابتدائي مع الأول والثاني والرابع إعدادي والخامس إعدادي بدرسين مكمل ب3 دروس مكمل يقدر يمتحن. ايضا بالنسبه للصفوف الاولى الابتدائيه، الاول ابتدائي والثاني ابتدائي والثالث ابتدائي والرابع ابتدائي المنتظمين بالدراسه، ايش قررت وزاره التربيه؟ قررت انه يقدر يمتحن دور ثاني بغض النظر عن الدروس المكمل بها. سابقا كان بدرسين يقدر يمتحن دور ثاني، ب3 ما يقدر يمتحن. هسه الاول ابتدائي والثاني والثالث والرابع ابتدائي لا، ب3 دروس يطلع يقدر يمتحن دور ثاني، ب4 دروس يقدر يمتحن دور ثاني، ب5 دروس ايضا يقدر يمتحن دور ثاني.